والموت لا يعلم أحدا متى يموت، ولهذا الموفق هو الذي يداوم على الأعمال الصالحة ويكون على صلة وثيقة بالله باستمرار، لأنه إذا كان ذلك يوافيه الأجل وهو على حال طيبة، بخلاف الإنسان الذي يهمل في بعض الأوقات ويغفل في بعض الأوقات وينشط في بعض الأوقات، فإنه قد يأتيه الموت في حال الإهمال وفي حال التقصير. ولكن كون الإنسان يداوم على العمل ولو كان قليلا، هذا هو الذي يكون الإنسان يعود على الإنسان بالنفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، لأن الإنسان إذا داوم على شيء يعني يكون مستمرا عليه ولو كان قليلا، وإذا وافاه الأجل يوافيه على حال طيبة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني معناه دوموا على الإسلام ودوموا على الطاعة وعلى التقى. الإنسان لا يعلم متى يموت حتى يجتهد إذا جاءه الموت، أو إذا بقي عليه شهر ولا بقي عليه يوم ولا يومين يقبل على العبادة، هذا مجهول. الأجل مجهول. قد يأتي الإنسان لحظة ما يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة، يفاجأ فتنتهي حياته بلحظة، وهذا مشاهد. الإنسان يعني يكون في صحته وعافيته ثم يحصل له إما سكتة قلبية وإما يحصل له حادث يفارق فيه الحياة من أول لحظة. ولكن الإنسان إذا كان مستمرا على العبادة ومداوما على العبادة، إذا مات يموت وهو على عمل صالح. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويل يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته ونيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقوله فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ومن جنس قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما الإنسان يكون مستقيم وأن يكون ملازم للتقوى. وقد ذكر في ترجمة منصور بن زاذان وهم رجال الكتب الستة وكان من الملازمين للعبادة، قال فيه يعني أحد أصحابه أو العارفين به يقول: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئا عن الذي كان يفعله، لأنه ملازم للعبادة في أي وقت يأتيه الأجل هو على حالة طيبة. لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت بالباب، خلاص الموت يعني واصل، ملك الموت وصل إليه ليقبض روحه، ما عنده زيادة على ما كان يعمله من قبل، لأنه مستمر على التقى وعلى طاعة الله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو في دار العمل، وعليه أن يكون مستعدا وأن يكون متهيئا في أي لحظة من اللحظات يأتيه الموت فيكون على حالة طيبة. إذا فاجأ الموت يفاجئه وهو على حالة حسنة وعلى حالة طيبة.